تعالوا ننفذ النهارده احلى حواوشي سجق. قطعت فلفل رومي وطماطم وبصل، وهنزل عليهم ب5 فصوص ثوم مهروسين. وبعد كده بجيب السجق بتاعي وبهرسه كويس جدا زي ما انتم شايفين، وهنزل بكل السجق على الخضار بتاعي. بعد كده هنزل بالتوابل، فلفل اسود، كمون، طبعا هظبط الملح عشان الخضار، ولو موجود عندك بهارات لحمه، ما عندكيش مش مشكله، واضيف حاجه بسيطه من الكزبره. وطبعا بنقله في حته تانية خالص جوز الطيب، هرش كام رشه. جوز الطيب بتنقل اللحوم الحمراء كلها في حته تانية خالص. هخلط كل ده مع بعض. يا خبر، كنت هنسى معلقه طحينه كبيره، ودي بقى سر اللعبه كله. يلا نعجن بقى لحد ما يبان للعجينه دي صحاب. طبعا هتيجوا تقولوا لي انت حطيتي الطحينه عشان الميه والكلام ده كله. لا 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 لا، الطحينه هنا بتدي تيست في الطعم خطير. واستنوني في بارت 2. بنزل بقى بدهن الزيت كده بالشكل ده، وتقطيعة العيش اللي مزاجك وبراحتك. انا قطعته نصين. هسخن الجريل بتاعتي وانزل واسمع الصوت ده. بصوا جماله بعد ما قلبته، ولا الريحه رهيبه. وكده خلاص بقى عندي اجمد حواوشي سجق. بصوا جماله، مش قادره اقول لكم، الريحه مبهدله الدنيا يا جماعه، مبهدله الدنيا. ويلا اتفضلوا معايا.